من فترة كده وأثناء فحص مريض إصابات نخاع شوكي، أول ما دخل علينا قال لنا أنا بكرة رايح أعمل حاجة جديدة جدًا وهتخلّيني أتحرك وهامشي وهاعمل كل حاجة صح، وهارجع بنسبة 90 ل100%. بدأت أسأله إيه هي الحاجة اللي أنت المفروض هتعملها دي عشان لو هي حاجة إحنا ما نعرفهاش نستفيد منها، فقال لي أنا رايح بكرة هاعمل خلايا جذعية أو عملية الخلايا الجذعية. فهل الخلايا الجذعية بتحسّن مرضى إصابات النخاع الشوكي؟ وهل هترجّعه لنسبة 50 ل100% من التحسّن والّا لأ؟ هو ده موضوعنا في فيديو النهارده، يالّا بينا. أهلًا وسهلًا بيكم في فيديو جديد لينا. زي ما اتكلمنا كده إن الفيديو بتاع النهارده هنتكلم عن واحد من أشهر الأسئلة اللي بيسألها مرضى إصابات النخاع الشوكي، وهي التحسّن بعد عملية الخلايا الجذعية. أعمل عملية الخلايا الجذعية والّا لأ؟ خصوصًا إن سعرها مكلف جدًا، فبالتالي إن أنا لازم أبقى متأكد 100% إنها هتحسّنني قبل ما أتوكل على الله وأعملها. طيب تعالوا كده نتكلم واحدة واحدة ونشوف إيه طبيعة إصابة النخاع الشوكي، وإيه طبيعة الخلايا الجذعية. أول حاجة طبيعة إصابات النخاع الشوكي بتحصل نتيجة حاجتين زي ما اتكلمنا في فيديوهات كتيرة ممكن ترجعوا لها في الchannel بتاعتنا. أول مشكلة فيهم يا إما حاجة traumatic أو إصابة، ودي بتبقى لا قدر الله نتيجة الحوادث، حد خبطه عربية، حد وقع من فوق، الحاجات دي كلها، ودي بتبقى إصابة مباشرة للنخاع الشوكي بتاعنا. تاني حاجة ممكن تحصل نتيجة infection أو تلوث، ودي بتبقى تلوث على مستوى النخاع الشوكي بتاعنا، زي مثلا إن يحصل لي infection على مستوى النخاع الشوكي فيحصل شوية التهابات على مستوى النخاع الشوكي، فيجيب لي نفس الأعراض بتاعة الإصابات الناتجة عن التروما أو الإصابات الناتجة عن الحوادث. في الحالتين الجزء بيتأثر إزاي؟ بيتأثر عن طريق الخلايا العصبية بتاعتي إنها بتتقطع، سواء إن الدكتور يقول لك أنت قطع كامل وقطع جزئي والكلام ده، واتكلمنا في فيديو كامل عن الفرق ما بين القطع الكامل والقطع الجزئي، ممكن ترجعوا له تاني. اللي بيحصل في الإصابة بتاعتي إن آدي مثلا الأعصاب بتاعتي حصل عليها فورس جامده او قوه جامده بدات تقطعها من الاجزاء الداخليه بتاعتها، اتقطعت بنسبه معينه، هل هي هترجع تاني ولا لا؟ الحقيقه ان الخلايا العصبيه بتاعتنا بترجع وبتتجدد وما بيحصلش فيها اي مشكله خالص، بس مشكلتها حاجه واحده بس، انها بتاخد وقت كبير جدا 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 عشان تبدا تتحرك او تبدا تتحسن او تبدا يحصل لها ريجنريشن او اعاده تكون. وهي دي المشكله اللي جايه في اصابات الاعصاب. يعني اي مريض بيحصل له اصابه في الاعصاب بيبقى مشكلته في المده نفسها، انا هقعد قد ايه. فالمشكله ان احنا لما نيجي نجاوب بنقول له مفيش حاجه اسمها مده، هو الخلايا الاعصاب بتاعتي بتقعد فتره طويله، فانت محتاج ان انت تفضل تستمر على العلاج الطبيعي بتاعك عشان الدنيا تتحسن شويه. فبالتالي الخلايا العصبيه مشكلتها على اعاده التكون، او مشكلتها في اعاده التكون بتاعتها انها بتاخد وقت طويل، ده لو اساسا قدرت انها تتكون تاني. ومن هنا جت فكره الخلايا الجذعيه. يعني ايه اصلا خلايا جذعيه؟ الخلايا الجذعيه هي خلايا بيور، خلايا نقيه هتحطها في اي حته معينه هتبدا تتكون على الحته اللي انت حطيتها فيها. يعني ممكن تبقى خلايا عظم، ممكن تبقى خلايا اعصاب، ممكن تبقى خلايا بشره، ممكن تبقى خلايا من القرنيه بتاعه العين، اي حاجه اي حاجه. احسن خليه جذعيه ممكن اي حد يستفاد بيها هي الخلايا الجذعيه للجنين داخل بطن امه. ودي بتبقى الخلايا اللي ربنا خالقها اللي بتتكون واللي بتتقسم لكل الاعضاء الداخليه بتاعت جسمنا. فبالتالي هي دي خليه قادرة بشكل 100% إنها تتحوّر على أي شكل أنت عايزه. أنت عايزة تعمل لك شعر هتعمل، عايزة تعمل أعصاب هتعمل، عايزة تطلّع الإيد هتعمل، وهكذا، وهكذا، وهكذا. فدي قدرة الخلية نفسها إنها تتكوّن وتنقسم عشان تعمل لك الحاجة اللي أنت عايزها. ومن هنا جات للفكرة للعُلما إن هم طَب ما ناخد الstem cell دي ونحطها في الnervous system أو الجهاز العصبي بتاعنا، فيبدأ يتكوّن ويجيب لك أعصاب ويبدأ يحسّن، فتبدأ المرضى اللي زي إصابات النخاع الشوكي اللي إحنا بنقول إن ما فيش أمل فيهم يبداوا يتحسنوا تاني. فالفكره هنا جت وقال لك طب يلا نطبقها مفيش مشكله. اول عائق في الفكره دي ان انا هجيب خلايا جنين منين، لان دي حاجه محرمه، لان انت عشان تاخد الخلايا من الجنين بنسبه كبيره جدا الجنين هيموت، فبالنسبه لنا دي حاجه محرمه ان احنا نعملها. طب نعمل ايه نعمل ايه؟ قال لك لا احنا ممكن نكون خلايا زي الخلايا دي بالظبط، وهناخد خلايا من جسمك نفسه ونبدا نقسمها لغايه ما تطلع خلايا جذعيه او خلايا شبيهه للجذعيه دي، ونبدا نحقنك بيها في مناطق معينه فتبدا تحسن الدنيا عندك. فيبقى اول مشكله حليناها. طيب تاني مشكله، هل الخليه دي هتتحور جوه فعلا وتتكون وتعمل حاجه عصبيه؟ والله على الورق وعلى الابحاث هتتحور وهتعمل خلايا عصبيه. طب تعالى نرجع لارض الواقع، حطينا الخلايا الجذعيه، ايه اللي حصل؟ ولا اي حاجه. الخلايا الجذعيه ما اتكونتش وما عملتش نفس الحاجه اللي المفروض تعملها، فبالتالي ما فادتش مرضى او ما فادتش مريض النخاع الشوكي اللي كان عايز يعملها. فبالتالي الابحاث قالت لا يبقى في مشكله، احنا المفروض ان احنا نحور تاني او نبدا ندور تاني على فكره تجيب او تخلي الستيم سيل او الخلايا الجذعيه بتاعتي تبدا تتحور وتعمل لك الخلايا العصبيه اللي انا عايزها.
وهنا بقى اللي احنا واقفين فيه لغايه اللحظه اللي احنا بنتكلم فيها دي. هو ده عباره عن مشروع، عباره عن نظريه. المشروع والنظريه دي هم بيوضحوه او بيعملوه عشان يبداوا في فتره ما او مده معينه ان هم يوصلوه ان يتعمل لمرضى الاصابات النخاع الشوكي. يعني لغايه اللحظه اللي احنا بنتكلم فيها دي هو دي كلها عباره عن ابحاث. وعايز اقول لك كمان الابحاث لسه مش مكتمله بنسبه كبيره. هو ده عباره عن امل احنا بنديه لاصابات النخاع الشوكي. بس هل ان انا دلوقتي اقدر وانا قاعد قدامي على الكرسي دلوقتي مريض نخاع شوكي، اصابات نخاع شوكي، اقول له يلا روح اعمل ستيم سيل وادفع اللي قدامك واللي وراك فيها عشان هتتحسن؟ لا طبعا. ولو انت دلوقتي عايز تروح تعملها ومتعلق بالامل ده لان هو يحسنك في اللحظه دي، عايز اقول لك استنى شويه لغايه ما الابحاث بتاعتها تبدا تبقى اقوى من كده، وتبدا الطريقه بتاعتها تبقى احسن شويه، فنبدا نتوكل على الله ونعمل ستيم سيل. لكن للحظه اللي احنا بنتكلم فيها دي، لو انا هخيرك او لو انت هتاخد رايي ان انا اعمل خلايا جذعيه ولا ما اعملش خلايا جذعيه، هقول لك ما تعملش خلايا جذعيه دلوقتي خالص. وللاسف في مراكز كبيره جدا سواء داخل مصر او بره مصر بيعتمدوا على النقطه دي، وبيتكلموا على فكره الخلايا الجذعيه بشكل كامل جدا جدا جدا، وبيقولوا احنا هنعمل خلايا جذعيه وهتتحسن وهيوصل نسبه 100% وهتقوم وهتتحرك وهتعمل كل حاجه. وللاسف لما المريض بتاعي يبدا يتحرك ويروح المركز ده ويدفع مبالغ كبيره جدا وياخد من مجهوده ويوقف برنامج العلاج الطبيعي بتاعه ويستنى فكره الخلايا الجذعيه انها تحسنه، وللاسف بنلاقي النتائج مش قد كده او مفيش نتائج اصلا. فبالتالي نستنى شويه، ما نجريش على حاجه زي كده، ما نجريش على الوهم ده دلوقتي، ونستنى شويه لغايه ما الابحاث بتاعتنا تبدا تكون اقوى، وتبدا نجرب تاني وتالت ورابع، وينزل ابروفال كامل من الدوله عندنا ومن كل الجهات المسؤوله عن الحاجه دي في العالم كله، يقول يلا هنعمل ستيم سيل او يلا هنعمل خلايا جذعيه، ودي هتحسن مريض اصابات النخاع الشوكي وهتحسنه بنسبه حتى لو 50%، احنا ما عندناش مشكله. فنبدا ان احنا نتوكل على الله ونبدا نعملها. لكن لغايه دلوقتي لو انت بتفكر ما تعملش خلايا جذعيه واستنى شويه. طيب ايه المفروض ان انت تعمله او ان انت تفكر فيه دلوقتي؟ هو ان انت تبدا تشتغل زي ما انت بتعمل البرنامج التاهيلي بتاعك. برنامج تأهيلي عبارة عن تمارين مخصصة مع دكتور علاج طبيعي متخصص لإصابات النخاع الشوكي، يبدأ يحط لك برنامج كامل. البرنامج ده بيبقى عبارة عن حاجات تمارين يدوية، وعبارة عن تمارين في الجيم، وعبارة عن تمارين للمثانة عشان تقوية المثانة وإن أنت تعرف تتحكم في البول، وعبارة عن أجهزة إلكترو أو كهرباء أو استثارة كهربائية سواء على الأجزاء الطرفية أو الأجزاء السنتر اللي هو تحفيز النخاع الشوكي نفسه، عشان تبدا ان الدنيا عندك تتحسن وتبدا ان انت تتحرك. حتى لو هنبدا نتحرك بجباير، فاحنا بدانا ان احنا ناخد ستيبس كبيره وبدانا ان احنا نتحسن لغايه ما نشوف الخلايا الجذعيه هترسى معانا على ايه. فاحنا لغايه اللحظه ولغايه التاريخ اللي هينزل فيه الفيديو ده هنستنى شويه على الخلايا الجذعيه ومش هنبدا نعملها، وما تجريش ورا اي مركز يتكلم معاك على هذا الامل خالص حاليا، ونستنى عليها لغايه ما الابحاث تقول لنا ان الدنيا احسن ونروحها ونشتغلها وتبقى الدنيا عندنا كلها تمام. بكده نكون اتكلمنا معاكم في الفيديو ده عن الخلايا الجذعيه في اصابات النخاع الشوكي. يا رب نكون قدرنا نفيدكم. عايزكم تسيبوا اي كومنت على اي حاجه عايزين تسالوا عليها، اي علاج بتفكروا فيه وعايزيننا نفكر او نناقشكم فيه ونبدا ندور لكم على الابحاث الجديده بتاعته ونقول لكم بمصداقيه كامله هل هو هيفيدكم ولا لا. سيبوا لنا الحاجات دي في الكومنتس، ما تنسوش تدعمونا عن طريق عمل لايك وشير وسبسكرايب. اشوفكم على خير ان شاء الله.